قبل ما يكون في ولاعة أو كهرباء أو حتى نار بسهولة، كان في صدفة عبقرية غيرت كل ده. تعال أقولك إزاي شرارة صغيرة في معمل ولعت فكرة غيرت البشرية. تخيل معايا سنة 1826، كيميائي إنجليزي اسمه جون ووكر قاعد في معمله بيجرب يخلط شوية مواد كيميائية على طرف عود خشب. بيحاول ينظف العود على الترابيزة، فجأة العود يولع، شرارة، دخان. جون اتفاجئ وقال: إيه ده؟ أنا كده اخترعت حاجة جديدة. بعدها بشوية سنين في فرنسا، طالب كيمياء اسمه شارل سوريا طور الفكرة، زود الفوسفور على رأس العود وبقى ممكن يولع على أي سطح تقريباً. وفي أمريكا، ألانزو دي فيليبس سجل أول براءة اختراع لأعواد الكبريت سنة 1836، وكان بيبيعها بنفسه من باب لباب. ومع الوقت بقى في مصانع ضخمة بتنتج ملايين الأعواد في الساعة. العملية بقت متطورة، يقطعوا الخشب شرايح رفيعة، يغمسوا الأعواد في مواد تمنع الاشتعال التام، وبعدين في البارافين، وبعدين المواد اللي تخلي الراس تولع بسهولة. يعني صدفة بسيطة في معمل غيرت حياة الناس كلها. تخيل لو الصدفة دي ما حصلتش، كنا لسه بنولع نار بحجرين، ولا لما الكهرباء تقطع نولع الفحم بولاعة غاز. لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتات تحب نعمل عن اختراع ايه تاني حصل بالصدفة.